السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنحل مع بعض التقييم الأسبوعي الأسبوع 11، ورقة عمل الحصة والواجب المنزلي. أولا لو أنت لسه جديد معانا أول مرة تشوفنا، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. كمان ما تنساش تدعمنا باللايك وتشارك الفيديو مع أصحابك لكي نستمر. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. واحد، نستنتج من الشكل المقابل أن أطول الخلفاء في مدة الحكم. لو بصينا على الشكل اللي قدامنا هنلاقي أبو بكر الصديق من 11 هجريا ل 13 هجريا، عمر بن الخطاب من 13 ل 23، عثمان بن عفان من 23 ل 35، علي بن أبي طالب من 35 ل 40 هجريا. يبقى أطول خلافة هي خلافة عثمان بن عفان حوالي 12 سنة، يبقى عثمان ابن عفان. 2، أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مرحلة الدعوة السرية، يبقى أسلم أبو بكر الصديق في مرحلة الدعوة السرية. 3، اعتمد المسلمون في اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه على الشورى، وهذا يماثل حاليا النظام الديمقراطي، يبقى النظام الديمقراطي اللي هو الحرية في اختيار من يحكمه. 4، أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه القائد لفتح دمشق، القائد يزيد ابن أبي سفيان. يبقى أرسل أبو بكر الصديق، هنا مفيش يزيد ابن أبي سفيان، هنعملها يزيد ابن أبي سفيان. يبقى أرسل أبو بكر الصديق القائد يزيد ابن أبي سفيان لفتح دمشق. الاختياري مفهوش يزيد، هنعملها يزيد ابن أبي سفيان. 5، أول عمل قام به أبو بكر الصديق، أول حاجة عملها تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو إرسال جيش أسامة إلى بلاد الشام لمحاربة الروم، يبقى تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. 1، اجتمع المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة واتفقوا أن تكون الخلافة في الأنصار. ديت خطأ، لأن اتفقوا على أن تكون الخلافة في المهاجرين. 2، كلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه زيد بن ثابت رضي الله عنه بجمع القرآن. صواب. 3، خرج جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه لقتال الروم متجها إلى الجنوب. ديت خطأ، لأن خرج جيش أسامة لقتال الروم في بلاد الشام، وبلاد الشام ناحية الشمال، يبقى متجها إلى الشمال. 4، استطاع خالد بن الوليد رضي الله عنه تحقيق انتصارات رائعة على الروم في العراق. خطأ، لأن استطاع خالد بن الوليد تحقيق انتصارات رائعة على الفرس في العراق. السؤال الثالث، أجب عما يلي. 1، وضح أهداف أبو بكر الصديق رضي الله عنه من حركة الفتوحات الإسلامية. إيه الهدف؟ هقول له نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية وتأمين حدود الدولة الإسلامية، يبقى نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية وتأمين حدود الدولة الإسلامية. 2، دلل سبق الإسلام غيره من المنظمات الدولية والإقليمية في وضع أخلاقيات للحرب. هقول له لأن من آداب الحرب في الإسلام عدم الإغارة ليلا حتى لا تروع النساء والأطفال، وعدم قتل الأطفال والشيوخ والنساء، عدم التعرض للرهبان المتفرغين للعبادة في الصوامع، عدم هدم البيوت والمعابد، عدم حرق الزرع أو قطع النخل. يبقى من آداب الحرب في الإسلام عدم الإغارة ليلا حتى لا تروع النساء والأطفال، عدم قتل الأطفال والشيوخ والنساء، عدم التعرض للرهبان المتفرغين للعبادة في الصوامع، عدم هدم البيوت أو المعابد، عدم حرق الزرع أو قطع النخل. 3، برهن كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحرص الناس تنفيذا لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. هقول له حيث أرسل جيش أسامة ابن زيد إلى بلاد الشام لقتال الروم تنفيذا لأوامر الرسول. يبقى أول حاجة عملها أبو بكر الصديق رضي الله عنه نفذ أوامر الرسول حيث أرسل جيش أسامة ابن زيد إلى بلاد الشام لقتال الروم. والجيش ده كان مجهزه الرسول، ولكن توفي الرسول، فأبو بكر قال أول حاجة لازم أعملها أنفذ أوامر الرسول،
فأرسل جيش أسامة لقتال الروم في بلاد الشام. نحل بقى مع بعض ورقة الواجب المنزلي. السؤال الأول: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. 1. كان أول جيش في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقيادة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. خطأ، لأن أول جيش كان بقيادة أسامة ابن زيد. أول جيش في عهد أبو بكر كان بقيادة أسامة ابن زيد متجه إلى بلاد الشام لمحاربة الروم. 2. قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن قبل حرب المرتدين. ديت خطأ، لأن قام أبو بكر الصديق بجمع القرآن بعد حرب المرتدين بسبب استشهاد عدد كبير من الصحابة في حروب المرتدين. 3. ارتبط أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالرسول صلى الله عليه وسلم بسبب صلة القرابة بينهما. ديت خطأ، لأن ارتبط أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالرسول صلى الله عليه وسلم بسبب الصدق والإحسان والإنفاق على الفقراء والتواضع والبساطة ولين القلب، وكان محبوبا من الناس مترفعا عن عادات الجاهلية فلم يشرب الخمر أبدا. يبقى ارتبط أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالرسول صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الصفات: الصدق والأمانة والإنفاق والإحسان والتواضع والبساطة ولين القلب. 4. ولد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد عام الحزن ب2.5 برضو خطأ، لأن أبو بكر الصديق ولد بعد عام الفيل ب2.5، يبقى بعد عام الفيل. السؤال الثاني: لمن تنسب الأعمال التالية؟ 1. كان رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 2. كلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن زيد بن ثابت، يبقى زيد بن ثابت. 3. أرسله أبو بكر الصديق رضي الله عنه لفتح حمص بشمال الشام أبو عبيدة ابن الجراح، يبقى أبو عبيدة ابن الجراح. 4. حقق انتصارات رائعة على الفرس في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه خالد ابن الوليد، يبقى خالد ابن الوليد انتصر على الفرس في عهد أبو بكر الصديق. 5. أرسله أبو بكر الصديق رضي الله عنه لفتح القدس عمرو بن العاص، يبقى عمرو بن العاص. السؤال الثالث أجب عما يلي. 1. ما العلاقة بين جمع القرآن وحرب المرتدين؟ هقول له: كلفه أبو بكر الصديق زيد بن ثابت بجمع القرآن بسبب استشهاد عدد كبير من الصحابة في حرب المرتدين. يبقى كلف أبو بكر الصديق زيد بن ثابت بجمع القرآن بسبب استشهاد عدد كبير من الصحابة في حرب المرتدين. 2. وضح أسباب اختيار المسلمين لأبي بكر خليفة. هقول له: لأنه أول من أسلم من الرجال، صاحب الرسول في الهجرة، شارك الرسول في كل غزواته، جعله الرسول صلى الله عليه وسلم إماما للمسلمين في الصلاة أثناء مرضه، وهو أكبر الصحابة سنا. 2. لأنه أول من أسلم من الرجال، أكبر الصحابة سنا، صاحب الرسول في الهجرة، شارك الرسول في كل غزواته، جعله الرسول إماما للمسلمين في الصلاة أثناء مرضه. 3. ماذا كان يحدث إذا لم يتفق المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة؟ لم يتم اختيار أبو بكر خليفة للمسلمين، يبقى لم يتم اختيار أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين، ولم تستقر أمور الدولة الإسلامية. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حل ورقة عمل الحصة وورقة الواجب المنزلي، واشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم خبير في مادة الدراسات الاجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.